السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين متابعين قناتي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. وكلمتين عايز أقولهم. سهل جدا إنك تقعد تشتم في بلدك وفي مصر. سهل جدا إنك تقعد تتريق وتقول اقتصادها وأسعارها و سهل جدا إنك تبقى بره مصر وتعمل فيديو شتايم وقلة أدب ومسخرة وتريقة على الأوضاع في مصر عشان حضرتك قاعد بره وعايز تلم مشاهدات ولايكات وفلوس ودنانير ودولارات عن طريق شتيمة بلدك. لو انت فعلا مصري صحيح وبتحب البلد تساندها حتى لو بره مصر ومش عاجبك الأحوال الاقتصادية. شعب مصر مستحمل. شعب مصر شعب أصيل وهيفضل يستحمل. ومصر مذكورة في القرآن ومحمية، وياما طبلت وياما اتنيلت أكتر من كده، وبرضه ربنا مصر حماها بمسيحيينها ومسلمينها. مصر إن شاء الله تعدي الأزمة الاقتصادية دي وتبقى زي الفل. ياما طبلت قبل كده، بس التلاحم بيننا بين المسيحي والمسلم والشعب كوحدة واحدة نستحمل وإن شاء الله تعدي. انما انت قاعد بره في تركيا، قطر، اوروبا، امريكا، وقاعد تشتم في مصر عشان تجيب لايكات على حسها ومشاهدات، ده عيب. ده انت مش مصري كده. حب بلدك مهما كان فيها مساوئ، حب بلدك مهما كان فيها عيوب. ما تشتمش الجيش المصري، ما تشتمش شعب مصر، ما تشتمش رئيس مصر حتى لو سياساته الاقتصادية يعني. كلنا تعبانين، كلنا مرهقين، بس لازم نقف جنب بلدنا. نشوف الناس اللي حوالينا، نشوف البلاد اللي حوالينا. شايفين السودان، شايفين ليبيا. هي ليبيا دي قامت لها قومه بعد القذافي. انا مش بقول ان القذافي كان بيرفكت. فين ليبيا دلوقتي؟ ليبيا اللي عندها احتياطي نفط، 25% من احتياطي مخزون العالم النفط وانقى انواع النفط. يعني المفروض ليبيا دي تبقى زي سويسرا. ايه اللي حصل لها دلوقتي؟ قبائل واحزاب يعني متنافره. اكلمكم على سوريا، اديكم شايفين سوريا لسه لغايه دلوقتي حالتها. فلسطين ادينا بنتابع كل يوم. غزه يا حستي السودا ياما زي ما بيقول. جيب لكم لبنان، شايفين اقتصادها وشايفين حالتها. كل اللي حوالينا بلاله، احنا لسه متماسكين. احنا لازم نحافظ على بلدنا ولازم نعدي، وان شاء الله نعدي ونستحمل. معلش، ايه يا جماعه؟ لو الكيلو اللحمه بقى ب 450 جنيه، ما تجيبش كيلو، جيب نص، جيب ربع. في بدائل للحمه بروتين كتير. الفراخ كالتالي، الخضار كالتالي. انا معاكم ان الحاجه ولعت وغليت، بس ما تبقاش بره بلدك ومحتمي بجنسيه اوروبيه او امريكيه او اجنبيه وقاعد تشتم وتسب بالام والاب. والرساله دي لكل اي حد مصري شرب من نيل مصر واتولد على ارض مصر وينتمي للدوله المصريه. بقول له مش على قفا مصر وشتمتها انك تقعد تسب عشان تجيب لايكات وفيديوهات ومشاهدات ودولارات. خلي بالك، اللي ملوش خير في اهله وفي بلده وفي البلد اللي علمته وشربته ووقفت معاه، اللي ملوش خير في مصر وبلده ملوش خير في حد. بلدك حتى لو خدت جنسية تانية وقوية وحلوة وكل حاجة، اوعى تشتم في بلدك. لازم تحب بلدك ولازم تنتمي ليه. ياما في بلاد كان عندها مشاكل اقتصادية كتير وعدت ان شاء الله. انا بقول لكم مصر هتعدي ان شاء الله. مصر محمية ومذكورة في القرآن، واحنا جيش وشعب ايد واحدة، وان شاء الله نعدي. ويا رب كل المشاكل تتحل وتفضل مصر ام الدنيا ان شاء الله. ما تشتمش في بلدك، عيب 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 عيب. شكرا لحسن المتابعة أعزائي المشاهدين. أرجو متابعة القناة عشان تشوفوا كل ما هو مميز وجميل. ميرسي جدا. شكرا.